سلام الله عليكم متابعي الكرام، سعدت بلقائكم. مرحبا بكم في موجز إخباري جديد. قرار هام ومفاجئ عن رخصة السياقة بالمغرب. إليكم التفاصيل. نيل رخصة السياقة لن يكون أمرا سهل المنال بعد قرار تأهيل منظومة اجتياز الامتحان، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أنها تعمل حاليا على عدد من القرارات تخص نيل هذه الرخصة. وكشفت الوكالة أن القرارات الجديدة سيتم الشروع في إجرائها في الشهور القادمة، ويشمل تأهيل المنظومة وفق معطيات تضمنها برنامج عمل الوكالة برسم السنة الجارية 2023، وضع بنك جديد للأسئلة الخاصة بالامتحان النظري الذي يجتازه المترشحون. وأفادت النارصة أنها ستعمل برسم هذه السنة على وضع مختلف المعدات والدعائم البيداغوجية رهن إشارة مؤسسات تعليم السياقة عبر التراب الوطني، إلى جانب تنزيل التكوين التأهيلي والتكوين المستمر الخاص بمدربي تعليم السياقة، ووضع مخطط مديري يرمي إلى تطوير القطاع. ووضعت الوكالة ضمن برنامجها الذي سطرته تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية 2022-2024، وبرمجت مشاريع تهدف إلى تحسين سلامة المركبات، فضلا عن المشاريع ذات الصلة بالبنية التحتية الآمنة.